السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما رأيتم في عنوان المقطع سوف نصنع اليوم ثامبل لليوتيوب. حسنا الفيديوهات مصغرة. أول شيء سوف نصنع شعار يوتيوب. نصنع شعار يوتيوب. هناك تدخل ماوس. آسف ولكن لقد أخطأت. مثلا هكذا، ثم نجلب المثلث الأبيض ونضع المثلث الأبيض هنا ونلونه من الداخل في الأبيض، ومن ثم سوف نمسكه هكذا وسوف نشقلبه هكذا، لا هكذا، نعم هكذا، وسوف نحركه قليلا نجعله هنا. ثم سوف نكتب كاتبة لكي يفهم المشاهد عنوان المقطع. دالوس، هذه الكتابة العربية التي أنصحكم بها، التي سوف تكون دالوس. لا يهم أي كتابة لا تهم. حسنا، ثم تكتبون هنا عنوان المقطع. مثلا العنوان هنا عليكم اختيار اللون. العنوان هنا وهو كيفية ماذا أفعل أنا، نفس هذاك، فهمت؟ سوف أضعه 2. عليك أن تمحي ثم تذهب أفيشير، تعيد الكتابة ثم تجعلها. ومثل ما ترون لقد فعلتها، لقد جعلت نقطة استفهام ولونتها. والآن سوف نصنع ثامبل آخر، وهو الثامبل الذي سوف يكون للفيديو القادم، الذي سوف يكون فيديو CSS. فسوف أذهب وأجلب الصور وأعود إليكم. حسنا، لقد عدت بعدما جلبت الصورة المناسبة للمقطع القادم، وهي هذه صورة مناسبة حقا. علينا تكبيرها قليلا فقط، هكذا كي تكون في الأسفل هكذا. ثم سوف نلون الخلفية بالبنفسجي. أمزح. مثل ما ترون نذهب إلى هذه الألوان، سوف تجد في الفيغ سوف نضعه 0. البلو سنجعله 250، والغوج سوف نجعله 250. هكذا سوف يخرج لنا. لكن إذا وضعناها 500، لا، هناك الحد الأقصى 255. نضع 255 يأتينا هذا اللون، نضيفه ثم نضغط أوكي. يأتينا هذا اللون نضيفه للخلفية. وتسألون لماذا أحمر وأزرق؟ لأنه هذا أحمر وأزرق. ثم نضع هذا ثم نختار اللون المناسب. فأنا سوف أختار هذا اللون الأصفر، ونكتب تعلم، ثم تضغطون مسافة ثم تجعلونها إنجليزية ثم تجعلونها عربية، وتضغطون HTML ثم مثل ما قلت لكم تجعلونها عربية، ثم تضغطون على تجعلونها أصفر وتكتبون ثم ترجعونها إنجليزية، تضغطون اللون الأزرق وتضغطون CSS. بعدها تكتبون بساطة. ثم بعد أن تنتهي سوف تذهب إلى هنا وتذهب إلى هذه selection. من ثم عليك تعديل هذه الأشياء. فمثلا
تعلم سأجعلها هنا. HTML و CSS استظلوا في مكانها هنا. أما ببساطة سوف تذهب إلى تحت وسوف تكبر هكذا، سوف تكبر هكذا، ثم سنرجع إلى اللون، نرجع كل شيء مثل ما كان هكذا. تعلم HTML و CSS ببساطة. من ثم في الفاو هنا تحولونها إلى اللغة الإنجليزية، ثم تجعلونها هكذا، ثم الدرس الذي يحصل آسف لكني أضغط على صدرا حسنا. ثم تضغطون على هكذا، ثم تضغطون على 2 وتعدلون مكانها قليلا، تصغرونها هنا، تعلون هكذا وتصغرون مكانها قليلا. ثم بعد أن أنهينا هذه سوف نضغط على حفظ من ثم سوف نضعها هنا. هناك 2 سنستيتر. نو هذه اسمها HTML CSS. نضغط انجستي وخلاص. وأتمنى أن عجبكم المقطع. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد من هذه القناة الأسطورية. ومع السلامة.